هيستيريا على المباشر من رضا عبد العال بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق نجم للزمالك للسابق رضا عبد العال على هزيمة للزمالك من نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية أفريقية، وأدلي بتصريحات صحفية خاصة نقلها موقع سبوتلاين. بس قبل ما نقول تفاصيل الخبر تعالوا بينا نصلي على سيدنا محمد. وكمل معاننا الخبر للآخر عمل لايك فضلا وليس أمرا. منذ قليل قال رضا عبد العال أنا شايف المحللين وللنقاد وبتوع السوشيال ميديا كله بيتكلم وبقوى الأي كلامي كلهم بيقول وأن الزمالك هيكسب في القاهرة 3-0 مستريح. أنا عاوز أعرف أنت واجبت والكلام دهمنينه وأنتم بتتكلموا وخلاص من غير ما تشوف. ومدرب الزمالك لي على الله حكايته بيعمل إيه يا جماعة ارحمونا. بقي عشان الواحد قرب يشق هدومه من للزمالك ومن مدرب للزمالك ده أحنا قايلين قبل الماتش بيومين لازم الزمالك يدافع كويس في المغرب ويقفل كل خطوطه علشان ما يستقبلش أهداف حتى نطلع بتعادل. إنما الباشا رايح المغرب وفاتح دراعاتها على الآخر خالص يا جماعة. فأية قرف بقي والله الواحد قرف من اللي بيشوفه من المدربين الأجانب اللي بتمسكنا الأهلي وللزمالك. وأنا بقول لكم من دلقتي مبروك البطولة لنهضة بركان وبكره تشوفوا كلامي واسجلوا لو عاوزين. طيب أنت رأيك إيه فكلام رضا عبد العال عن رأيه فمدربين الأهلي والزمالك؟ واكتب لنا رأيك وهل في تشابه ما بينهم. ما تنساش اللايك من فضلا واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد وحصري في كرة القدم وخاصة الأهلي والزمالك. دمتم بصحة وعافية.